السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهاردة هنعمل طواجن مكرونة باللحمة. ليه تشتريها بالغالي وانت ممكن تعمليها في البيت؟ هندخل دلوقتي في كل التفاصيل وهوريكم انا عملتها ازاي تكة تكة زي ما بنشتريها بالظبط من بره. ليه انت تشتريها من بره وغالية مكلفة وممكن تعمليها بأقل تكلفة في البيت؟ هنبدأ دلوقتي ندخل في التفاصيل. دلوقتي معانا المكرونة ومعانا اللحمة، وهنبدأ دلوقتي هندخل في التفاصيل ومكوناتها. يدوب 4 حاجات بس: بصل وطماطم ولحمة ومكرونة، وتعمليها في البيت وحاجة نظيفة وسهلة، وتأكلي ولادك حاجة نظيفة وحاجة سهلة. دلوقتي معانا نص كيلو لحمة مفرومة، معلش اللحمة دي كانت متفرزة سبب ما هي تحس ان هي معجونة كده. ومعانا كيلو طماطم، ومعانا 3 حبايات بصل. دلوقتي هننزل بالثلاث حبايات بصل ومعاهم طماطميتين هنضربهم في الكبة عشان ما يبقاش فيهم مية، ما تحطش مية خالص. احنا هتشوفي دلوقتي كل حاجة زي ما انا عاملاها والله، والطريقة دي زي اللي بتاكليها بره بالظبط. وهننزل بنص فنجان زيت، ما تكتريش زيت لان اللحمة اكيد فيها سمين، هتنزل زيت، هتنزل برضو مادة دهنية، فما تكتريش زيت. معلش هتقولي لي اللحمه معجونه ليه؟ اول حاجه اللحمه دي انا فرماها في البيت، تاني حاجه كانت متفرزه، انا مطلعاها من الفريزر يا دوب فكت بس. هنبدا دلوقتي ندخل في التفاصيل وهنشتغل مع بعض خطوه بخطوه، وهتشوف الطواجن دي على فكره احلى وانضف من بره. اعمليها على طول في بيتك واشتغلي على طول كل حاجة نفس ولادك فيها، اعمليها في بيتك وما تشتريش حاجة من بره. مش معنى كده ان انت هتقطعي المنتجات، لا، انت تشتري المنتجات اللي تشتغلي بيها. مش معنى يعني مش لازم ان انت تشتري الاكل جاهز، اصل اي اكل بيتعمل بره بتعمله رجالة، وطبيعي ان اي حد بيعمل اكل غير الستات ما بيبقاش محافظ على النظافة الكاملة. بس فدلوقتي بعد ما قلبت شويه كده في اللحمه وبدات تاخد لون وتتعصج، دلوقتي ضربت الطماطميات اللي هم الاربعه اللي كانوا على جنب، ودي البصله بالطماطم اللي انتوا شفتوها دي هنخلطها على اللحمه اللي هي البصل والطماطم. والطماطم دي لوحدها هنديها تسبيكه كده لوحدها برضو على النار. دلوقتي هننزل باللي هي البصل والطماطم اللي ضربناهم مع بعضيهم على اللحمه، وهنبدأ نقلب فيهم. وهتحطي في اللحظة دي نص معلقة ملح علشان البصل ما يصننش منك، وتبدأي تقلبي كده على طول باستمرار. وبعد كده الطماطم هتقلبي فيها وهتحطيها على عين تانية، وهتحطي لهم دلوقتي هننزل بالبهارات: معلقة شطة ومعلقة فلفل اسود ونص معلقة كمون. الشطة دي يا جماعة مش حراجة، الشطة دي باردة علشان انا عندي اطفال، اديني بقول لكم. اللي عنده اطفال ما يحطش حاجة حراجة، مش هناكل احنا والاطفال لا. وبعد كده الطماطم هنحط لها نفس التوابل، بس هنحط لها كمان زيادة نص معلقة كزبرة. هننزل بمعلقة شطة ومعلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة كزبرة، وهنقلبهم كده وهنسيبها تتسبك. واللحمة خلاص اتعصجت معانا وجهزت، وهنبدأ نجيب الطواجن اهي الطواجن وهننزل فيها. بصي ما تدهنيهاش اي حاجة، هتنزلي بقى كده باللحمة وتسويها كده من تحت زي ما انا بسويها بالمعلقة. وبعد كده هتكبي عليها المكرونة، هتنزل عليها المكرونة. هتقولي المكرونة مسلوقة ولا نية؟ لا طبعا المكرونة نية، هي بتستوي في الطاجن اصلا. هننزل بقى بالمكرونة اهو قدامكم. ما تكتريش مكرونه لان المكرونه طبعا بتزيد بعد السوا بتبقى زايده. خلي فيه قد كده عولة صابع لتحت في الطاجن تبقى فاضيه كده. الطماطم اللي احنا سبكناها مع بعض هننزل بيها، ويا ريت الطماطم دي تكوني مصفياها من اللي هو البذر والحاجات دي علشان بتعمل طبقه كده عازله. وهنبدا بقى باقي الطواجن هنعملهم بنفس الطريقه. وعلى فكرة والله ولادي حبوها جدا، وان شاء الله هنعملها كتير مع بعض. وادي المكرونة دي تاني خطوة طبعا هحطها فوق اللحمة المكرونة. وبعد كده الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض او معجون الطماطم ده. بس في واحدة بتقول لي انت ليه مش بتلبسي جوانتي؟ يا جماعة انا بعمل الاكل لولادي، وانا بعمله وببيعه؟ واكيد اي ام واي ست في بيتها مش بتلبس جوانتي يعني. اهو كده جهز. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة هنهدي. دلوقتي هتسخن الفرن، هنهدي من فوق خالص عشان ما يتلسوعش مننا الطاجن من فوق، وهتبقى عالية شوية صغيرين من تحت، وهيطلع شكله حلو وجميل ومستوي. وهتشوفوا كل حاجة وتفضلوا معانا وبألف هنا وشفا يا رب للي كل اكل من الطواجن دي. بصوا شكله حلو ازاي وهو طالع من الفرن، كان مولع نار في اللحظة دي.
هنبدأ نقلبه كده على طبق. وانا استعجلت في اللحظة دي، كان المفروض نستنى لما يهود شوية، بس الولاد ما كانوش مستنيين من جماله ومن طعمه ومن حلاوة ريحته في البيت. ولو وصلتوا هنا معايا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك.